السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في قناة كلاسيك كار. هنقدم وجه مقارنة ما بين كيا برايت هاتشباك وسوزوكي ماروتي. هنقدم وجه المقارنة وهنتعرف ايه الأفضل في السيارة دي الكيا وايه الأفضل في السوزوكي الماروتي. يلا بينا ندخل نشوف وجه المقارنة. يلا بينا نبدأ بالمقارنة. كيا برايت وسوزوكي ماروتي. أول حاجة هنتكلم عليها المنشأ بتاع كيا وسوزوكي. كيا صناعة كورية تبع شركة هيونداي، هما الاتنين شركة مدمجة في شركة واحدة. بالنسبة لسوزوكي طبعا صناعتها في الهند في الفترة الأخيرة. هنيجي هنتكلم بعد كده عن محرك السيارتين. أول حاجة محرك الكيا برايت بتبقى ال 1100 سي سي و 1300 سي سي. بالنسبة لبودي العربية أو هيكل العربية كويس جدا، بيديها سرعة وعزم وأداء. بالنسبة للسوزوكي الماروتي 800 سي سي، فطبعا بيبقى ضعيف نسبيا، فطبعا حتة المحرك الكيا تكسب. هنتكلم بعد كده عن آلات الجر والعفشة السيارة. بالنسبة للكيا برايد عفشتها ناعمة، وللسوزوكي عفشتها ناعمة، بس الأداء الأحسن في المشي والمطبات بيبقى الكيا برايد أفضل من السوزوكي. دي جيدة وهنادي دي إيه أقل من جيدة، فعلى أديها لأن حجم الكاوتش أو الإطار بتاع السيارة أو الجنط بيبقى صغير، فده بيخلي السيارة لما بتاكل مطب بتبقى بتسمع شوية في العفشة، فبالتالي بتبقى مش مريحة. هنيجي بعد كده نتكلم عن صالون كيا برايت وصالون سوزوكي ماروتي. بالنسبة للصالون الكيا مريح جدا لو جوه البلد مشاوير 20 كيلو 10 كيلو جوه البلد، والسفر الأماكن القريبة المحافظات المجاورة كويس جدا بالنسبة للكيا برايت. بالنسبة للسوزوكي في السفر أو المشاوير البعيدة بتبقى مش كويسة. ممكن هو لو مشاوير بسيطة 10 كيلو 5 كيلو، لأن العربية مش مريحة قوي للسوزوكي الماروتي، فطبعا الصالون بتاع الكيا برايد يكسب. عندك السوزوكي الماروتي معلش برضو الكنبة الخلفية ما تعتبرش يعني مريحة خالص خلاف الكيا برايد. تعال بقى نتكلم عن الكماليات والرفاهية في الكيا برايت والسوزوكي الماروتي. الكيا برايت في منها طبعا الباور والتكييف، وفي منها فتيس اوتوماتيك. طبعا بتحرك الكرسي للخلف والقدام، يعني العربية مريحة بالنسبة للكماليات والرفاهية كويسة. نيجي نتكلم عن السوزوكي ماروتي، مفيش منها لا باور، مفيش الا تكييف الهواء والفتيس بتاعها عادة. فطبعا الكماليات والرفاهية الكيا برايت تكسب عن السوزوكي ماروتي. هنيجي بعد كده نتكلم عن الحركة في الازدحام. الكيا برايت والسوزوكي، لا السوزوكي هي اللي تكسب لأن حجمها صغير، عشان قاعدة العجلات حجمها صغير، والسيارة كبودي ومشي بسيطة جدا، فبالتالي تعرف تمشي في وسط الزحمة. تعال نتكلم عن قطع الغيار وصيانة السيارة. بالنسبة للكيا برايت والسوزوكي الاتنين حاجتهم متوفرة، منهم الجديد ومنهم الاستيراد بالنسبة للسيارتين. بالنسبة للصيانة سهلة جدا بالنسبة للسيارتين. أسعار قطع الغيار بتاعت السوزوكي رخيصة شوية عن الكيا برايت. الكيا برايت ممكن تكون ماسكة سعر أو غالية شوية. تعال بقى نتكلم عن ثبات السيارة على الطريق. الكيا برايت والسوزوكي الماروتي، الكيا برايت طبعا بتبقى ثابتة 90 100، ما ينفعش تمشي أكتر من كده. بالنسبة للماروتي طبعا الثبات فيها ما يتذكرش، فالأفضل طبعا بيركب جانت سبور في السيارتين إن كان الكيا أو السوزوكي. بالنسبة للجنوط اللي بتنزل بيها عادة في كيا وسوزوكي، طبعا يفضل إنك تركب جنوط سبور. هنتكلم بعد كده عن الخامات الداخلية للسيارة، طبعا على قديها، لأن في كلتا الحالتين السيارتين قريبين على بعض في الخامات، فهي متوسطة. بالنسبة لشنطة التخزين الكيا برايد تكسب عن السوزوكي ماروتي، فيها مكان إنك تقدر تحط مثلا شنطة. بالنسبة للسوزوكي للأسف مش كويس المكان يعني، أو صغير
مش هينفع لو نقل أمتعة أو كده في سفر مش هتنفع. تعال بقى نتكلم عن أهم حاجة إعادة البيع والشراء في كيا برايت وسوزوكي ماروتي. بالنسبة للكيا برايت إعادة البيع بتاعتها ممتازة لكثرة الطلب عليها كتير، فهي مناسبة للأسر الصغيرة، يعني مثلا راجل ومراته مثلا وطفل أو طفلين. بالنسبة للسوزوكي الماروتي برضك عايزة فردين أو ثلاثة بالكتير، فإعادة البيع بتبقى الكيا برايت تكسب. لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك وتسيبنا سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتدينا أحسن إعجاب، وما تنساش تصلي على النبي. تعال بقى كده نتكلم عن سعر السيارة الكيا برايت والسوزوكي. الكيا من موديل 96 ل 2000 ده بالنسبة للهاتشباك. عشان تتكلم في سيارة كويسة بتبدأ معاك من فوق ال100 لحد ال150. بالنسبة للسوزوكي الماروتي من موديل 95 ل 2014 بتبدأ تتكلم في السيارة الكويسة من 80 90 لحد ال160 170. والكده احنا اتكلمنا بشكل كامل عن كيا برايت وسوزوكي ماروتي، فطبعا الخيار الأفضل ليك أنت وكله واضح في المقارنة. كيا برايت عامة يعني جميلة جدا، والسوزوكي برضك ليها استخدامها لو مش لسفر، في كده كل حاجة ليها استعمالها. والكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.